السلام عليكم، أهلا بكم في قناة الأهلي وبس. لا تنسى ذكر الله والصلاة على رسول الله. النهاردة حلقتنا بنتكلم عن الدكتور علاء صادق بيرد على خالد الغندور اللي بيقول في ظلم على الزمالك، لأن الأهلي بياخد رعاية مليار ومتين مليون جنيه في 4 سنوات، في حين إن الزمالك بياخد 400 مليون جنيه في نفس المدة. طب يا غندور، ما هو برضه إنك تاخد 400 مليون والإسماعيلي 40 مليون، ونفس الظلم إن الإسماعيلي ياخد 40 مليون وأسوان 4 مليون. القصة يا بندق أفندي إن الناس مقامات وشعبية وبطولات وجمهور واستقرار واحترام للعقود. ثم هو مين اللي بيدي الرعاية دي؟ الشركات مش عايزة تخسر يا بندق، وعايزة تكسب، طبيعي جدا. رعاية الأهلي جاية من خارج مصر زي اتصالات وأبو ظبي والجي آي سي، لكن رعايتك أنت جاية من شركة النيل للتطوير العقاري. رعايتك لما ما لقيتش حد يرعاك يا مسكين. طب اللي شايف إن تصريحات الدكتور علاء صادق صحيحة يقول في التعليقات. شكرا لكم، قناة الأهلي وبس.